السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل أكلة خفيفة كده وجميلة في نفس الوقت، وبتتاكل حلو وحادق. النهاردة هنعمل معانا ايه؟ الكسكسي. عندك كبة وعندك دقيق، هتعملي احلى كسكسي ان شاء الله. هتجيبي الكبة بتاعتك وتحطي فيها نص الكبة، نص مقدار الكبة دقيق، ونكون مدوبين ملح في معلقة ملح في مية، وبننزل كده على الدقيق شوية بشوية، حاجة بسيطة خالص كده، ونغطي الكبة بتاعتنا هنشغلها على ايه؟ على اعلى سرعة. وكل شوية تنزلي بحبة مية صغيرين خالص بشويش كده، يعني حبة بحبة كده، لحد ما يوصل انه بقى تحس انه بقى محبب كده. الدقيق ده اتحول لحبيبات صغيرة كده، وبقى زي الرملة المبلولة كده. لو وصل اول ما يوصل للمرحلة ديت يبقى هو كده خلاص. هنعمل الكمية كلها بنفس الطريقة ديت، ونحطها بقى في شاشة نظيفة، نكون مخصصين شاشة نظيفة للأكلة دي بالذات. والمصفى بتاعت مصفى تكون هي في حلة للكسكسي مخصوصة. بس لو مش عندك يعني هتوفقي بقى انت مصفى من عندك على قد مقاس حلة، عشان ما يبقاش فيه اي فراغ كده والبخار يطلع منها. يعني لازم الحلة المصفى تكون نفس المقاس بتاع الحلة. دلوقتي زي ما انتم شايفين انا حطيت الكميه كلها في الشاشه النظيفه، وحطيت الشاشه في قلب المصفى، وحطيت المصفى كده على الحله يا جماعه. لازم الميه اللي في الحله ديت لازم تكون اقل من نص الحله، يعني اقل من نص الحله ميه، ما توصلش لغايه يعني ما تقوي بقى تنسي وتملي الحله ميه، لا كده الميه طول المصفى ويعجن منك ويبوظ. نص مقدار الحله بالظبط. لا مش نص، كمان اقل من نص الحله ميه، وتكون الميه بتغلي قبل ما تحط عليها كسكسي. خلاص يا جماعه. دلوقتي بعد ساعه هتسيبيه بقى ساعه الا ربع على النار. وبعد الساعه الا ربع دولت هتفضيه في طبق واسع نضيف كده، ونبتدي بقى نمسك حاجه في ايدينا عشان السخونيه، مقصوصه مثلا او طبق في ايدك وتقلبي بيه. وهنحط كمان معاه نص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه هنفككه بيها. ما تكتريش اكتر من نص كوبايه ميه عشان ما يعجنش معاكي. هنشوف مع بعض هنفككه ازاي. انا همسك طبق في ايدي كده علشان السخونيه، واحط له نص كوبايه ميه، ارشش عليه كده، مش في حته، مش في مكان واحد، يعني ما تدلقيش الميه كلها في مكان واحد، لا عشان ما يعجنش. زي ما انتم شايفين كده، هرش شويه واقلب، وارجع ارش تاني شويه واقلب. افكك بقى الكتل دي، هو مش معجن، هي الكتل ديت بتبقى من البخار ماسكه في بعضها كده، واول ما بتضغطي عليها او بتنزلي عليها بحاجه كده بتفك من بعضها خلاص. هعمل معاكم بقى هفكك معاكم زي ما انتم شايفين كده، وبعدين نرجع تاني نحط على النار ساعه الا ربع كمان، يعني ساعه الا ربع في الاول، وبعدين نفككه زي ما انتم شايفين كده، وبعدين نرجع نحطه ساعه الا ربع كمان، علشان هو بيستوي على البخار، فما بياخد وقت طويل يعني عشان هو بيستوي على البخار. ويا جماعه لازما يكون في سمنه بلدي. البديل بتاعها بقى لو مش موجود سمنه البديل زبده صفراء، غير كده ما تعمليش كسكسي خالص، لاني لو عملتيه بسمنه نباتين مش هيتاكل اصلا. فما تضيعيش تعبك وانت لو ما عندكيش سمنه بلدي ما تعملهوش، هو روحه في السمنه البلدي. زي ما انتم شايفين البخار دلوقتي طالع قدامك اهوت. انا لازم تمسكي حاجه عشان السخونيه، اوعي تنسي وتحطي ايدك مثلا تقلبي بايدك او حاجه. هنرجع بقى تاني بعد ما نفككه، هنحطه في الشاشة زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده، ونحط الشاشة في المصفى ونغطي عليها ونحطها كمان ساعة الا ربع زي ما قلنا. وبعد الساعة الا ربع بنشيله من على بننزله بقى من على النار، ونحط عليه السمنة البلدي زي ما قلنا، ونقلبه كده لغاية ما يتشرب بالسمنة البلدي اللي احنا هنحطها. وبعد كده بألف هنا وشفا بقى، تاكلي احلى كسكسي بإذن الله. وبيتاكل حلو وحادق يعني في نفس الوقت، يعني هتاكلي وتحلي في نفس الوقت. معلش انا معرفتش اختصر الفيديو اكتر من كده، علشان بس تشوفوا الخطوات بتاعته، عشان ايه ما حدش ينسى خطوة وترجعوا مثلا
لا قدر الله حاجه تبوظ منكم وتقولوا مثلا ان انت ما وريتناش كذا او ما قلتش كذا. زي ما انتم شايفين كده بقى فاكك من بعض خالص، زي ما انتم شايفين كده مفرول كده قدامكم. هنرجع بقى نحطه في ايه، في الشاشه، ونحطها تاني نحطه تاني على النار ساعه الا ربع. هو بياخد وقت طويل في السوا، بس عشان ايه؟ عشان بيستوي على البخار. هنغطي بقى بالشاشه كده ونحط عليه الغطا تاني ونسيبه بقى ساعه الا ربع. تنسيه بقى سيبي بقى اعملي اللي وراكي وسيبيه بقى براحته كده يستوي مع نفسه. هو كده كده خلص يعني خلاص. كده بعد الساعه الا ربع هنفضي تاني في الطبق ونحط عليه بقى الزبده بتاعتنا البلدي او السمنه البلدي، ونقلبه بقى نشربه بيها كده. انا حطيت له الحته دي بس علشان انا لما باجي اسخنه تاني بحط له بسخنه بسمنه بلدي تاني. زي ما انتم شايفين كده. عايزه تكتري له سمنه اكتر من كده براحتك، دي حاجه ترجع لك. هو مش هيقول لا، هياخد سمنه مش هيقول لا يعني. وكل ما تكتري له السمنه بيبقى طعمه احلى. بس انا برضو عشان ايه يعني، انا بسخنه تاني بسمنه بلدي، فبحط له مثلا حته مش يعني مش كبيره قوي، وبسخنه بعد كده برضو بحط له في سمنه بلدي تاني. هتشوفوه دلوقتي بعد ما خلص بقى. ما شاء الله ما شاء الله طلع جميل وريحته جميله، بسم الله ما شاء الله يعني. هتاكليه بقى مثلا عايزاه حلو هتحط عليه مثلا سكر بودرة ومكسرات. عايزة مثلا تاكليه حادق هتحط تاكليه مثلا جنب بط وشوربة او لحمة وشوربة، وبألف هنا وشفا. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو يا جماعة تعملوا لنا لايك بقى واشتراك، واقول لكم مع الف سلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.